السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة بقى هقدم لكم وصفة جميلة واقتصادية وسهلة، ما بتاخدش معايا وقت خالص. كل الوقت اللي هي بتاخده في الفرن. طبعا هنا هندخل في المكونات على طول، بس قبل ما ادخل في المكونات انزلي تحت اعملي لايك واشتركي في القناة وفعلي الجرس وعشان يوصلك مني كل فيديو جديد. طبعا هي الوصفة بتاعتنا دي هي وصفة أجنحة الدجاج مشوية في الفرن. يلا بقى نقول بسم الله وندخل في المكونات على طول. هنا أنا عندي 1.5 كيلو من أجنحة الدجاج، جبته وغسلته ونضفته كويس. وعندي بهارات هنا بقى بابريكا، كركم، شطة حمراء. عندي هنا بهارات فراخ، فلفل وكمون، وعندي ملح. وجبت بصلية هنا كبيرة بشرتها. وعندي معلقة من معجون الهريسة بتاع الفلفل الأحمر، ومعلقة من معجون الطماطم صلصة الطماطم، وعندي نص ليمونة، وعندي هنا معلقة من عسل الاسود. هبدأ بقى كده اتبل الاجنحة ديت. هجيب اول حاجة بقى نص ليمونة ده اعصره على الاجنحة، عشان لو اي زفارة متبقية من بعد تنظيف الاجنحة دي برضو تبقى كده تمام تمام ومطمنة عليها انها زي الفل. طبعا هجيب بقى الحاجات دي كلها، كل المكونات ديت اللي هتبل بيها احطها في جنب الصينية كده. نزلت بقى بالبصل ومعجون صلصة الطماطم ومعجون الهريسة بتاع الفلفل الاحمر، وهنزل بالملح والبهارات كل ده على بعضيه. هحط كمان معلقة من العسل الاسود. طبعا انت لو عندك عسل نحل بيبقى جميل جدا، ممكن تحطي معلقة، مفيش المتاح عندك استخدميه. انا هنا هستخدم عسل اسود، حطيت منه معلقة، هكتفي بمعلقة واحدة. وكمان عايزة هنا بقى معلقتين من الزيت. طبعا الزيت هنا بيديله لمعة، وكمان لما بتدخل الفرن وتخرج بتبقى لونها جميل قوي قوي، تديها لون حلو كده هيعجبك قوي. هبدأ بقى ان انا اقلب كل التتبيله دي في قلب بعضيها كده، وبعد كده ادعك بيها الاجنحه. مش قادره اقول لكم بقى التتبيله الحلوه دي هتخلي الاجنحه ريحتها وطعمها جميل جدا. بصراحه انا بعتمدها في اغلب يعني اغلب الفراخ، لما اكون عايزه اتبل فراخ بستخدم الطريقه دي، وبالذات اللي هشوها في الفرن بتبقى برضو يعني بتحب الطريقه دي قوي. هنا بقى هقلب كل الاجنحه وافضل ادعك فيها قوي لغايه ما احس ان التتبيله دي كلها غلفت الاجنحه كده، عشان تبدأ ان هي تمتص كل التتبيلة وتشرب منها كده وتديها طعم حلو. هفضل اقلب فيها تقليبة كويسة لحد ما احس ان كله اندمج مع بعضه. كده عندي بقى انا تبلت كل الاجنحة اهي، وكده بقت معايا تمام قوي. مطلوب مني ان انا بقى احطها في التلاجة ترتاح كده ساعتين، تشرب من التتبيلة وتبدأ بقى تاخد من كل الطعم بتاع البصل وكل البهارات ديت. هسيبها ساعتين. هنا بقى قبل ما احطه في التلاجة هحط له بس كيس مشمع كده، هو نضيف مفيهوش حاجة، عشان بس ما يطلعش ريحة في التلاجة ويغير ريحة المية والاكل والحاجات اللي هنا. بعد ما طلعت الاجنحة من التلاجة جبت بقى عودين كده بقدونس، فرمتهم ناعم وقلبته معاهم. طبعا الخطوة دي حلوة ومهمة كمان، بتدي ريحة كده للاجنحة، بس لو كنت حطيتها في الاول ما كانش هتبقى ريحتها قوية زي ما يكون لسه حطاها. وهدخلها الفرن على طول. هجيب بقى عيدان الشيش طاووق دي وابدأ ان انا ادخل فيها الاجنحة دي. لو مش موجودة تقدري تحطيها في الشواية على طول، انما هي موجودة ومتوفرة عندي، وكمان بتخليها ثابتة وببقى مطمنة وانا بحرك الشواية ان مفيش حاجة هتقع منها. وبكده اكون عملتها. طبعا هجيب طبق كده واحطهم فيه، واعمل لكم واحدة من الدبابيس عشان اوريكم بعملها ازاي، وبعد كده هخلص كل الكمية. طبعا هنا الدبابيس انا هحط واحدة عكس واحدة، ادي التانية اهي خلصت. وبكده اكون خلصت كل الكمية بتاعتي. هبدأ بقى ان انا اجيب صينية كبيرة او صاجة كده. انا عندي هنا في الصاجة دي متوفرة عندي. هبدأ ان انا اغلفها بورق الفويل. ورق الفويل ده له كذا مزية. الميزة اللي فيه الاولانية ان هو بيدي حرارة للصينية وبيدي تسوية افضل للاجنحة، وكمان بيحافظ على الصاجة دي انها تتحرق، لان هي من النوع الخفيف فبتتحرق معايا بسرعة. فهو هيديني بقى برضو يعني نسبة امان شوية، ان انا مبقاش خايفة عليها كل شوية تتحرق وتعمل ريحة سيئة. كده كده اكون غلفت الصاجة. هبدأ ان انا اجيب بقى الشواية اللي هحط عليها الاجنحة. انا عندي هنا بقى الصاجة دي انا اسفة الشواية دي بتاعت الكفتة والفراخ المشوية.
هجيبها وافتحها كده بالطريقه دي وابدا ان انا ارص عليها الاجنحه بتاعتي. فانا هرص الكميه بتاعتي دي وارجع لكم تاني. وبكده بقى اكون خلصت الكميه بتاعتي كلها. هبدا بقى اجيب الميه اللي هي نازله منها من الاجنحه دي، انا مش هرميها، انا هبدا ان انا انزل عليها بالطبق كده. وكمان مش هكتفي بده بس، انا عندي الصينيه اللي فيها التتبيله اللي انا كنت متبله فيها الاجنحه، هجيبها برضو وابدا ان انا ادهن بيها الاجنحه تاني عشان اعزز الطعم. هي كده كده اصلا قاعده ساعتين في التلاجة، بس برضو دي برضو نسبه سوائل بتبقى في الاجنحه بتساعد على تسويتها. هي منها بتساعد على تسويتها ومنها كمان بتديها ريحه حلوه. فانا كده بالفرشه بتاعي اللي بدهن بيها الصواني هبدا كده ان انا انزل بيها على الاجنحه دي كده. بقى مش هتحتاج مني غير ان ادخلها الفرن على درجة حرارة 230. دي اعلى درجة عندي في الفرن بتاعي. لو انت عندك درجة اعلى من كده ما تخليهاش اعلى من كده، هي يعتبر كده بتدي تسوية لها جميلة جدا. كل ما في الامر ان انت هتبقى محتاجة ان انت تقلبيها بين حين والتاني مش اكتر. كل ما تحس ان في جنب بدأ ان هو يحمر انقلي على الجنب التاني، ولما يبدأ يحمر تنقلي على الجنب التاني وهكذا. كده الاجنحة بتاعتي كده جهزت. هقفل عليها الشواية بقى وهبدأ ان انا ادخلها الفرن. بس طبعا انا مش هحط مية في الصاجة تحت الاجنحة غير لما تنزل كل العصارة اللي فيها وتبدأ تنشف معايا خالص. طبعا هيكون الفويل سخن جدا، فلما انزل عليها بمج مية عادية حتى من الحنفية هيبدأ يسخن ويطلع بخار جامد، فيبدأ ان هو يعيد من تسوية الاجنحة تاني. هنا بقى التتبيلة دي انا مش هرميها، انا هبدأ استغلها. هي التتبيلة حلوة وريحتها حلوة جدا. هجيب هنا عندي بصلاية كبيرة متقطعة جوانح، كمان هنزل بطماطميتين كده مقطعهم شرايح، وعندي هنا قرن فلفل اخضر، وعندي هنا جزرتين قطعتهم برضو قطع طويلة كده يعني مش صغيرة، وعندي هنا نص كيلو من البطاطس قطعته برضو قطع. وكمان دي بقية الجوانح انا مش هرميها، انا بس هخليها تدي طعم لصينية البطاطس، وبعد كده هبقى انزعها منها وارميها عادي. هنا عندي حبة ملح وحبة فلفل وكمون وحبة كركم. طبعا انا هقلب كل الحاجات دي كلها مع بعضيها. وبكده بقى اجيب صينية جديدة احطهم فيها. هنا بقى انا كده نقلت كل الخضار بتاعي حطيته في صينية نظيفة، وعندي هنا كوباية من الازاز حطيت فيها مية عشان بس ايه البطاطس والخضار يستووا معايا. انا مش عاوزه زي الطبيخ كده، لا انا عايزاها تبقى ناشفه وحلوه، يدوب شويه الميه اللي هيتبخروا من الخضار مع مقدار الكوبايه الازاز هي كده هيخلي البطاطس مستويه وكل الخضار معايا مستوي. كده حاجتي كلها جاهزه. ادي صينيه الخضار، وعندي هنا صينيه الاجنحه اللي في الشوايه. هدخلهم في الفرن. طبعا الفرن انا كنت مشغلاه من شويه بقى حامي ودرجه حرارته عليت. هبدا ان انا ادخل الحاجات دي كلها مع بعضها على اول رف. كده بقى انا خلصت وصفة النهاردة. عندي هنا صينية البطاطس بالخضار ريحتها وطعمها زي الفل، وهنا الاجنحة بتاعتي استوت بسم الله ما شاء الله عليها وعلى ريحتها وجمالها، شكلها جميل قوي. انا جبت صينية هنا حطيت عليها فويل، حطيت عليها خضار وبصل، وهنزل فيها بقى كل الاجنحة بتاعتي دي. مش قادرة اقول لكم على ريحتها وطعمها عامل ازاي، والله 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 بدون مبالغة بسم الله ما شاء الله على طعمها وريحتها. والله العظيم انا لو عامله فرخه مشويه مش هتطلع بالجمال ده ما شاء الله. هنزلها كده في الصينيه بتاعتي. كده بقى بنتي ما قدرتش تستحمل بصراحه، انا اديتها واحده ما قدرتش، هي الريحه اصلا كل شويه تدخل يا ماما انتي خلصتي يا ماما. الريحه بصراحه كانت جميله جدا وهما بيحبوها. انا كده خلصت معايا اكله النهارده. عملت بقى طبق سلطه طماطم وكل الخضار اللي موجود عندي في التلاجة قطعته. ودي الصينيه بتاعتي ناشفة وجميلة وريحتها والخضار طعمه جميل جدا جدا جدا. واخيرا لو عجبتكم وصفة النهاردة اعملوا لي لايك واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.